السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ عندنا النهارده فيديو بسيط كده، كنت حابب بس اكلمك في شويه نقط كده، شويه حاجات كده. لو انت معاك النوت 9 برو وبتفكر انك تعمل ابجريد للنوت 10 برو، او لو انت دلوقتي بتفكر تشتري حاجه من الاثنين، فتعالى كده اقول لك شويه نقط هتفيدك بخصوص الموضوع ده. بدايه الكلام كده وملخصا للموضوع، لو انت بتفكر تشتري اكيد هتروح تشتري النوت 10 برو لانه الاحدث ولانه فيه مميزات كتير احسن من اللي موجوده في النوت 9 برو، فدي نقطه خلصنا منها. اما بقى دلوقتي لو انت معاك النوت 9 برو، هل يستاهل فعلا انك تعمل ابجريد للنوت 10 برو؟ والموضوع ده متوقف على استخدامك انت في الاول وعلى احتياجك واحتياجاتك في الموبايل بتاعك. انت محتاج ايه في الموبايل بتاعك، والموضوع هنا بيتوقف على الموضوع ده. ولكن عشان نبقى واضحين شويه، تعالى كده نشوف ايه الفروقات اللي موجوده واللي حصل لها ابجريد ما بين النوت 9 برو والنوت 10 برو. وتعالى نبداهم باول حاجه وهي الشاشه بتاعه الموبايلات. النوت 9 برو زي ما انت عارف موبايل نزل السنه اللي فاتت قبل الموضوع بتاع الهوجه بتاعه الريفريش ريت العالي والكلام ده، فبالتالي شاشه الموبايل هنا اي بي اس ال سي دي 667 بوصه. الشاشه دي فول اتش دي بلس وعليها طابعه حمايه من الجيل الخامس، الا ان الشاشه دي بتحقق 395 بكسل في كل انش وبتدعم اتش دي ار، والشاشه دي سطوعها بيتراوح في حدود 450 نتس. ولكن زي ما قلت لك وزي ما انت عارف ان موضوع الشاشه دي جاي قبل موضوع الريفريش ريت العالي والكلام اللي كان بيحصل في الفئه المتوسطه ده، فبالتالي الشاشه دي جايه بريفريش ريت 60 هرتز، شاشه عاديه خالص، شاشه اي بي اس ال سي دي فول اتش دي بلس. كانت شاشه محترمه جميله كل حاجه، لكن لا يميزها حاجه عن المنافسين اللي موجودين في الفئات السعريه، لان الشركات بتتميز بنقطتين: يا ريفريش ريت عالي يا اما اموليد. وهنا تيجي اول نقطه، اول ميزه تميز النوت 10 برو عن النوت 9 برو، وهي شاشه الموبايل. لان النوت 10 برو بكل بساطه جمع لك ما بين شاشه سوبر اموليد وريفريش ريت 120 هرتز. النوت 10 برو بكل بساطه الشاشه بتاعته تقدر تعتبرها هي نفس شاشه النوت 9 برو، الا انهم صغروا الهول بانش شويه صغيرين، بقت اصغر كده وحجمها الطف شويه، والحواف برضو صغرت شويه، لكن هي بنفس الحجم 667 بوصه. ولكن الشاشه هنا نوعها اتغير طبعا، والبانل بتاعتها اتغيرت، بقت سوبر اموليد، والشاشه دي سطوعها بيوصل ل 1200 نتس، يعني اضعاف السطوع اللي كانت بتوصل له شاشه النوت 9 برو. بالاضافه فوق كل الكلام ده ان الشاشه الريفريش ريت بتاعها 120 هرتز، يعني ضعف ال 60 هرتز. وبكل بساطه لو مسكت الموبايلين جنب بعض، دي حاجه تقدر تلاحظها من اول مسكه واول نظره للموبايلين. هتلاحظ ان شاشه النوت 10 برو اسرع من شاشه النوت 9 برو، هتلاحظ ان الوانها احسن، هتلاحظ ان سطوعها اعلى بكتير من شاشه النوت 9 برو. فبكل بساطه اول حاجه كسبتها انك خدت شاشه محترمه، شاشه جباره فعلا. تاني حاجه وهي نقطه غريبه شويه وهي الصوت. ايوه الصوت في النوت 9 برو كان جايب سماعه واحده، صوتها كان ممتاز، كان كويس، لكن لا يقارن بالصوت الاستيريو. الصوت الاستيريو هنا اقصد ان النوت 10 برو جايب سماعتين مش سماعه واحده، فعندك هنا صوت اعلى وانقى واوضح بكتير عن اللي كان موجود في النوت 9 برو. وهيميز لك الموضوع ده كمان في تجربه الالعاب، انك هتحس ان الصوت سراوندد كده من حولك. هتحس كده وانت بتلعب مثلا لعبه زي لعبه ببجي، الرجل اللي جايه من السماعه الشمال والرجل اللي جايه من السماعه اليمين، هي مش محيطيه طبعا، ولكن هي بتحاكي الموضوع وبتواكب الموضوع، لان الصوت الاستيريو بيفرق هنا عن الصوت المونو. فدي تاني نقطه كسبتها لو رحت للنوت 10 برو. تالت نقطه هتكسبها هنا ونقطه مهمه جدا وهي الاداء. زي ما انت عارف ان النوت 9 برو كان جايب معالج سناب دراجون 720 جي، معالج مش الاقوى في فئته السعريه، معالج خامل شويه، ولكن كان يتميز جدا وقت نزول الموبايل، لان سعر الموبايل كان نازل بسعر رخيص، ومقارنة مع الموبايلات اللي موجودة فيها نفس المعالج كانت أعلى من سعر الموبايل ده بفرق ملحوظ جدا. فدي كانت نقطة تميزه. لكن دلوقتي لو بصيت على فئة سعر الموبايل هتلاقي إن في حاجات 732 جي وهيليو جي 95 وحاجات جامدة كده، وده ياخدك هنا للنوت 10 برو واقول لك ان هو جايب معالج سناب دراجون 732 جي. تقدر تعتبر ان الرام هو نفس الرام، عدد الرام هيكون هنا 6 رام او 8 رام، وهنا هيكون 6 رام او 8 رام. لكن برضه في نقطه هنا، نوع الذاكره الداخليه هيكون يو اف اس 2.2 في الريدمي نوت 10 برو، وده هيكون نوع اسرع بفرق بسيط جدا، يعني فرق مش ملحوظ ولكن اسرع بحاجه بسيطه جدا. فالاداء الفعلي بكل اريحيه هيروح للنوت 10 برو بسبب ال 120 هرتز وبسبب ان المعالج احدث واقوى. بالنسبه لتجربه الالعاب، فالفرق ما بين ال 720 جي 732 جي، الفرق مش هيبان معاك في الاعدادات، لكن الفرق هيبان معاك في الاف بي اس. الاف بي اس عدد الفريمات اللي اللعبه هتديها لك، كل لعبه عدد الفريمات في 732 جي هيكون اعلى، فمع ال 732 جي تقدر توصل ل 55 اف بي اس او فوق ال 50 اف بي اس في لعبه مثلا زي لعبه ببجي. على العكس تماما في ال 720 جي اللعبه دي هتقدر توصل معاك ل 40 اف بي اس بالعافيه، فهنا بيكون الفارق. لكن لو هتتكلم على دعم الاعدادات، لعبه زي لعبه ببجي مثلا الموبايلين هيشغلوها على هاي جرافيكس هاي فريم ريت، ولكن الفرق هنا هيكون في عدد الاف في اس مش في الاعدادات. ونروح للحاجه اللي بعدها والحاجه اللي حصل فيها ابجريد واللي انت لو غيرت هتاخد فيها تطوير، وهي الكاميرا الاساسيه. زي ما انت عارف ان النوت 10 برو والاول مره بتشوفها من شاومي في الفئه المتوسطه، طبعا شفناها قبل كده في موبايلات بس كانت الفئه السعريه بتاعتها عاليه اعلى من الفئه المتوسطه،
ولكن اول مره نشوفها في الفئه المتوسطه ان موبايل يجي عليه كاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، والسنسور بتاع الكاميرا دي سنسور محترم جدا، فالمفروض ان هي تخرج صور بكواليتي والوان وحاجات ممتازه جدا. على الجانب الاخر النوت 9 برو الكاميرا الاساسيه بتاعته 64 ميجا بكسل، واللي كانت كاميرا ممتازه جدا وقويه جدا برضه في فئتها السعريه، لكن لما تقارن 64 ميجا بكسل مع 108 ميجا بكسل فعلا هتلاقي فيه فرق ولصالح النوت 10 برو، حتى لو الفرق مش هيكون محسوس او مش ظاهر قوي، يعني ممكن تلاقي الفرق في التفاصيل مثلا في معالجة الالوان، ولكن برضه في فرق. واخر حاجه بقى ممكن تكسبها لو انت مهتم بالشكل والالوان شويه، عندك في النوت 10 برو الوان جديده ومختلفه كتير عن اللي كانت موجوده في النوت 9 برو، الالوان اللي هي العاديه التقليديه وبس. دي تقريبا كل حاجه حصل فيها ابجريد ما بين النوت 9 برو والنوت 10 برو. طبعا برضه في ان الموبايل جايب اندرويد 11 جايب الواجهه الجديده، فده تطوير، ولكن برضه التحديث ده هيوصل للنوت 9 برو. فالكام نقطه دولت هم الحاجات اللي حصل فيها ابجريد او الحاجات الواضحه اللي ممكن تلاحظ فيها فرق. اما بقى بالنسبه للبطاريات وسرعه الشحن، فالبطاريات وسرعه الشحن هي نفس التجربه، الاثنين هيدوك نفس الاداء تقريبا، الفرق ما بينهم حاجات بسيطه جدا وتقريبا الاثنين هيدوك نفس الاداء. لكن الموضوع ده محتاج برضه تجربه فعليه، لان زي ما انت عارف ان الشاشه بقت اموليد، صوتها بقى اعلى وبقت بريفريش ريت عالي، فالتجربة ممكن تختلف، لكن في توقعي ان هم هيدوكوا الاثنين نفس الاداء ونفس سرعة الشحن 33 واط ما اتغيرتش. بالاضافة ان عندك برضو البصمة في زرار الباور، وسائل الامان، الفيس اي دي، كل الحاجات دي ما اتغيرتش وما اتشالتش، هي سرعة بقى البصمة والحاجات دي محتاجة برضو تجربة فعلية. وعندك برضو باقي المميزات زي الاي ار بلاستر للتحكم في الاجهزه الالكترونيه والان اف سي والحاجات دي كلها. خليك انت الاختيار، لو انت حابب ان انت تغير من النوت 9 برو للنوت 10 برو، شوف انت محتاج ايه في الموبايل بتاعك، هل النوت 9 برو كافي ليك ام انت محتاج انك تغير؟ في الوقت ده النوت 10 برو هيكون اختيار كويس ليك. اما لو انت شايف ان النوت 9 برو حاجه كافيه ليك، خلاص ما تغيرش، لان لو انت بتبص الاداء والسرعه والمعالج والحاجات دي، هو ايوه النوت 10 برو هيكون اسرع واداؤه هيكون اقوى، لكن برضه مش بالفرق اللي في دماغك، مش بالفرق الواو، مش مقارنه مثلا بموبايل فئه متوسطه وهتطلع لموبايل فلاج شيب، لا هو الفرق مثلا هيكون 20% ما بين الموبايلين، مش حاجه كبيره قوي. وبس دي كده كل حاجه عن فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، يلا اشوفك فيديو جاي ان شاء الله، سلام.